واحد السؤال اللي بزاف ديال الناس كيسولوه فراسو، علاش الناس ما كيعطيوناش القيمه اللي كنستاهل؟ علاش كيحسوني صغير ولا ما عندي حتى تاثير؟ الحقيقه هي ان الناس كيحكموا عليك ماشي غير بالهضره ولا بالكلام ديالك، ولكن حتى بالتصرفات صغيره كتبان عليك بلا ما تحس. اليوم غادي نشارك معك 7 ديال العادات اللي هي خطيره اللي مشاو تبقاو فيك. عمرك ما غادي تبان واثق ولا تايق في راسك، وغادي تبقى دائما في عين الناس مجرد شخص ضعيف. كثرة الاعتذار والتبرير، الا كنتي ديما كتقول اسمح لي حتى في الحوايج التافهه، ولا كتشرح راسك على اي حركه ولا اي حاجه، راك كطيح من قيمتك اصاحبي. مثال، كتكون جالس مع صحابك، واحد فيهم يجي يسولك علاش ما جيتيش البارح، وتبدا تقول انت حيتاش كنت زحام، كان عليا نمشي عند الدرج الذاتي، ما قدرتش نخرج، اسمح لي. الحل اخويا هو تقول الجمله باختصار: ما قدرتش نجي حيتاش عندي ظروف، وبركه. تجنب التواصل البصري، العيون اقوى رسالة ديال الثقة. الا كنتي كتهرب من العيون غادي تبان خايف، بحال مثلا كتكون في مقابلة عمل والموظف كيطرح عليك بزاف ديال الاسئله وانت كتشوف في الطابلة ولا في الحائط، غادي يحس انك ما عندكش الشخصيه. الحل اخويا هنا هو تشوف العينين ديال الشخص بهدوء، ماشي بتحدي ولكن بثقه. الوضعيه ديال الجسد، الطريقه اللي كتمشي وكتجلس بها كتعكس قوتك او ضعفك. الا كنتي منكمش كتحني كتافك وكتسد على راسك، راك كتعطي رسالة انك ضعيف. مثال، كتدخل القسم او المكتب في الخدمة وكتمشي بحال واحد متخبع، هذه كتعطي صورة انك ما باغي حد يشوفك. الحل اخويا هنا هو انك توقف مستقيم، كتافك من موراك، راسك مرفوع، وديما بان بحركة واثقة. طلب الموافقة من الناس ديما، الا كنتي ديما كتسول عجبكم نلبس هادي ولا لا، ندير هادي ولا لا، راك كتبين انك محتاج الناس ياخذوا القرار بلاصتك. بحال مثلا باغي تشري تيشورت، كتسول 10 ديال الناس شنو رايكم، في الاخر ما تبقى عندك حتى شخصيه. اسمع اخويا، ما فيها باس انك تسمع النصائح، ولكن القرار الاخر خصو يكون ديالك. كثرة الهضر على راسك ولا التفاخر، الانسان اللي واثق في راسو ما كيحتاجش يبرر قيمته بالهضره، بالعكس كثرة التفاخر كيبان انك خايف من الناس ما يعرفوش قيمتك. بحال مثلا شي واحد كيجي يسولك شنو كتخدم، وتبدا تقول ليه انا خدمت هنا، خدمت ليه، عندي معارف بزاف، انا معروف في الحوم. لا خويا، الحل هو انك تجاوب باختصار وبلا مبالغه: خدام في هذا المجال، وخلي افعالك هي اللي تبين قيمتك. ما كتعرفش تقول لا، الناس كيحترموا الشخص اللي كيعرف يرفض. الا كنتي كتقول على اي طلب، الناس غادي يستغلوك. بحال مثلا واحد صاحبك ديما كيسلف فلوس وانت ما عندكش، ومع ذلك كتعطيه باش ما يزعفش، النتيجه غادي تبان عنده شخص ضعيف ومستغل. خصك اخويا تتعلم تقول لا بطريقه مؤدبه: اسمح لي ما نقدرش دابا. حركات ديال التوتر، بحال كتعض على ضفارك، كتلعب بالشعر، كتحرك رجلك بزاف، هادو كلهم اشارات انك متوتر. بحال مثلا كتكون في موعد مهم او في اجتماع وكتبدا تهز رجلك بلا ما توقف، الناس كيقراوك بحال كتاب مفتوح. هاد السيد خايف. قبل اي لقاء مهم خذ نفس عميق وحاول تجلس وانت مرتاح. هادو هما 7 ديال العادات كديرهم بلا ما تحس، ولكن كيعطيو صورة واضحة انك ضعيف. القوة الحقيقية ماشي بالصوت العالي ولا بالمضاربة ولا العراك، القوة الحقيقية كتكون في راسك، في حضورك، في كيفاش كتعامل مع راسك ومع الناس. الا بديتي تغير هاد العادات وحدة بوحدة، غادي تلاحظ فرق كبير. الناس غادي يبداو يعاملوك باحترام اكثر، وغادي يحسبوا لك الف حساب.